تخيل معايا كده إن الساعة اللي في إيدك تكون هي السبب في إنقاذ حياتك، وتجيب لحد عندك فريق إنقاذ عشان ينقذك من المأزق اللي أنت فيه. إيه هي الحكاية وإيه هي الساعة العبقرية دي؟ بمرور الوقت كان الفضل لشركة أبل في إنقاذ الأرواح بفضل مميزاتها الذكية عبر الأجهزة، وخاصة اللي موجودة في أبل ووتش وآيفون. وفي حالة جديدة اتسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا في أجهزة أبل، واللي أثبتت ميزة اكتشاف السقوط في أبل ووتش، وإنها مش بتقدر بثمن بالنسبة لراكب دراجة يبلغ من العمر 49 عام. وده لما ساعدت راكب الدراجة في الحصول على رعاية طبية فورية بعد وقوع حادث هدد حياته. ذكرت صحيفة نيويورك بوست قصة إيريك زولينجر، وهو من سكان نيويورك ويبلغ من العمر 49 عام، وأصبحت ميزة اكتشاف السقوط في أبل ووتش منقذ لحياته. وبيقول زولينجر عن الحادث إنه خلال رحلته المعتادة إلى المنزل، واللي وصفها بإنها بتاخد منعطف خطير بسبب سوء الأحوال الجوية، خلقت حفرة عمقها 8 بساط مخبأة تحت طريق غمرته المياه، وده لأن دراجته وقعت في خطر غير متوقع واتحوطت بالميه، وده ادى الى سقوطه على الرصيف. وعلى الرغم من شده السقوط اتمكن زولينجر من النهوض والمشي على دراجته للبيت، وبالرغم من انه وصل لبيته بسلام لاحظ انه بيفقد دم بشكل كبير من انفه خلال الاستحمام. وبعد ما حاول انه يقف اصيب بالدوار واغمى عليه، فاصطدم جسده بجانب الحوض. وبمجرد سقوطه تم تفعيل ميزه الكشف عن السقوط في ابل ووتش الخاصه بيه، واتصلت بسرعة برقم 911 وربطته بعامل الطوارئ. ولما استعاد زولينجر وعيه اتفاجئ بسماع صوت عامل الهاتف وهو بيتكلم معاه من خلال ساعته وبيسأله عن حالته الطارئة. ساعة أبل ووتش ما تعرفتش على السقوط وبس، دي كمان قامت بتنبيه جهات اتصال الطوارئ الخاصة بيه إلى موقعه، وبفضل المكالمة تمكن من تلقي المساعدة الطبية في الوقت المحدد. اعترف بأنها أنقذت حياته وأثبتت قدرة الساعة على إختار خدمات الطوارئ تلقائياً في اللحظات الحرجة، وإنها لا تقدر بثمن. قدمت شركة أبل ميزة اكتشاف السقوط في سلسلة ساعاتها مع ظهور أبل ووتش سيريس 4 لأول مرة في سبتمبر عام 2018، وبتسمح الميزة دي لأبل ووتش باستخدام مجموعة من المستشعرات لاكتشاف السقوط المحتمل. وتتضمن المستشعرات دي مقياس التسارع واللي بيكتشف التغيرات في الحركة، ولما تستشعر الساعة تغيير مفاجئ وتغير في الوضع يدل على السقوط، فعلى طول بتبدأ تسلسل اكتشاف السقوط، وبتهتز الساعة على معصم المستخدم وتصدر إنذار، وتعرض تنبيه بيسألك لو إذا كنت كمستخدم سقطت ولا لا. ولو المستخدم كان واعي وقادر على الحركة فبيقدر إنه يتجاهل التنبيه أو الاتصال بخدمات الطوارئ على طول. ولو بقى ما كانش فيه أي استجابة فبتفترض الساعة حدوث سقوط، وتبدأ العد التنازلي مع تنبيه مسموع عشان يتيح وقت للإلغاء لو مفيش سقوط شديد. ولو ما استجابش المستخدم بعد العد التنازلي فالساعة هتتصل بشكل تلقائي بخدمات الطوارئ، وأثناء المكالمة بتظهر رسالة مسجلة مسبقة لإعلام خدمات الطوارئ بأن أبل ووتش اكتشفت حالة سقوط. وده بالإضافة لأنها بتبعت رسالة إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بالمستخدم لإعلامهم بالحادث ومكان وجود المستخدم. قول لنا بقى في التعليقات إيه رأيك في مميزات الساعة دي؟